محمد رمضان بيضحك على احمد العوضي علشان نهاية مسلسله اتسربت للناس كلها. عشان محمد رمضان اي مسلسل ليه زي جعفر العمدة واي مسلسل ما بيبقاش النهاية معروفة والناس كلها بتدوخ عليها. محمد رمضان بيضحك على العوضي انه هو ساب له الملعب 3 4 سنين عشان يشوف هيعمل ايه في الملعب والكلام دوت. ولما يرجع السنة الجاية محمد رمضان هيدوس على الكل. محمد رمضان هيبقى سواد على الكل، مفيش حد يعرف نفسه عشان محمد رمضان نمبر 1 يا اخواتي. محمد رمضان مفيش زيه ولا هيجي زيه ولا اتولد زيه في التمثيل. بأهدي الجايزه دي للتيم ورك بتاعي، هم بيتعبوا اكتر مني بكتير، انا بهدلهم الجايزه دي بجد بجد. متشكر ليكم جدا، شكرا شكرا شكرا. جائزة النجم الذهبي كلكم على راسي كلها بنت صرصار بلدنا صرصار بلدنا اسلام عيال محمد رمضان دماغه ألماظ جدا عشان محمد رمضان راجع للتمثيل وهينافس أحمد العوضي، وكمان طلع مع ياسمين عبد العزيز بيغيظ أحمد العوضي وبيقول له السنة الجاية هدوس على الكل. محمد رمضان ممكن يشارك ويتعاون مع ياسمين عبد العزيز في المسلسل بتاعه الجاي اللي هو عودته للدراما مرة أخرى، عشان هو قالك الجمهور هيوحشني والفترة الجاية سواد على الكل. يا حيدة يا حيدة يا يلا يا جماعة هيتجوزوا ألف مبروك، هنفرح لهم يا جماعة. واسمع زغروطة، اسمع زغروط، نتمنى الخير لغيرنا. قوي انا عاجبني قوي ان الجمهور معجب قوي بالقصة الرومانسية، يعني حابين والله لو هيتجوزوا ألف مبروك هنفرح لهم يا جماعة. واسمع زغروطة، اسمع زغروط، نتمنى الخير لغيرنا. القصة الرومانسية بتاعتهم الناس بتقول ان هم هيتجوزوا و... ناس كتير بتتمنى العيشة اللي الكلب عايشها أقسم بالله، وبيحسدوا الكلب على اللي هو فيه. يا لهوي يا جدعان، مش كده أقسم بالله مش كده. إيه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ وانت سايب نفسك كده أي حد يمسكه؟ حرام عليك، راعي نفسك وأعضائك. وانت يا أستاذة مش أي حد يقولك امسكيه تمسكيه، يعني عيب يا أستاذة. فين أهلك؟ فين أهل البت دي يا جدعان؟ مش مبينة وشها عشان ما تتفضحش ولا إيه يا جدعان؟ البت دي إيه يا جدعان ده؟ بمناسبة العشرة الأواخر من رمضان، حابة أفكركم إن التحرش بيفطر، سواء بالنظرة أو بالكلام أو بالإيد. التحرش بيفطر. الله ينور عليك يا أختاه، الله ينور عليك يا أختاه، ونرفع لك القبعة على التقوى اللي عندك الصراحة. يعني تقول لك التحرش بيفطر والتحرش بالنظر، وما انت اللي عاملاه في نفسك دوت ايه يعني؟ انت كده خليتي مصر كلها بقى تفطر على كده بقى.